أنا عبير جندي. أنا من سوريا، أم ل4 أطفال. لجأت إلى سلوفينيا بالشهر العاشر من عام 2017. عايشة هلأ بسلوفينيا إلي 3 سنين. هلأ قبل الحرب بسوريا كان في أمان، بما أنه أنا قلت أنه عندي 4 أطفال. الطفل الأول عام 2006 خلقت عندي مجدل. كان في أمان بالنسبة للأطفال، بس ما كان في شيء جيد. بس مع بداية الحرب بال 2010 بسوريا ما بقى في أمان، ما بقى في تعليم، ما بقى في أي شيء. يعني بلد بلشت فيها الحرب بال 2010 ما انتهت لحديت هلا مستمرة، ففقد كل شيء، فقد الأمان. ما في تعليم، ما في بنى تحتية، ما في مشافي، ما في أي شيء. فلذلك صمدنا مع عائلتي 5 سنين، ولما خلص ما بقى فينا يعني قررنا نغادر من شان الأطفال، من شان أمان الأطفال. بالحقيقة أنا زوجي سبقني، هو اللي مشى مش بدي سميها بخطوات اللجوء. غادر من سوريا على تركيا، على اليونان، على بعدين لحتى وصل لهون. بس أنا بما أنه كان في 4 أطفال كان من الصعب جدا القيام بهاي الخطوات، فحطينا خطة أنه هو يسبقنا وأنا والأولاد نلحقه، وهيك صار. فأنا ساعدونا طبعاً. بقيت 2 سنين مع 4 أطفال لوحدي بسوريا. كان وقت صعب كتير لأنه بلد ما فيها أي مقوم من مقومات الحياة. اضطريت غادر مدينة حلب، كانت خطيرة جداً. ما في مي، ما في كهرباء. غادرت بيتي، بيت أولادي، لمدينة صغيرة بعيش فيها أهلي، عيلتي، أبوي وأمي وإخواتي. استأجرت بيت صغير وقعدت فيه 2 سنين لحتى مشي حال هون الأوراق مع أبوهم، وساعدونا طبعاً. بتذكر اسمها المنظمة IOM، عن طريقهم اجينا لهون. كانت رحلة لمدة 2 3 هيك مع الأطفال عن طريق IOM. لما أخذ أبوهم الإقامة وأوراق السيتيزنشيب تبعه، إنه كملنا أنا والأولاد لهون. طبعاً من طرطوس لدمشق، ومن دمشق لبيروت. كانت رحلة طويلة وصعبة لأني كنت لحالي معهم وأغراض وهيك. من بيروت بعدها بتذكر على اسطنبول. من اسطنبول بعدها وصلنا على مطار لوبليانا. كان يوم جمعة الساعة 10 الصبح، تاريخ 10/11/2017. هلأ انسألت هذا السؤال من قبل. بالحقيقة سنة عن سنة مع مرور الوقت بتختلف الإجابات. أول ما إجيت إنه فرحانة، سعادة، إنه صرنا بأمان. أنا وأطفالي وعائلتي صرنا بأمان. ما في قذائف، ما في قنابل عم تنزل علينا. ومثل ما كنت متوقعة إنه مستقبل الأطفال رح يكون جيد هون، وتعليمهم وأمانهم. بالبداية يعني فرحانة إنه صرت مع زوجي ومع أطفالي كلياتنا التم شملنا هون. بس بالحقيقة دايماً بقول إنه هيك تلخيص للموضوع، إنه اللاجئ مثل الشجرة. كل ما الشجرة كل ما كبرت، يعني مرق سنين عليها، جذورها بتضرب أكثر بالأرض، واقتلاعها بيصير صعب. ولما بتقتلعيها يا إما بتعيش يا إما بتموت. فأنا دايماً بشبه اللاجئ إنه مثل الشجرة. نحن الكبار بالعمر اللي أعمارنا فوق 30 35 كثير صعوبة تغيير هي التربة، النقل من مكان لمكان، اللغة، تغيير العمل، البيئة، اختلاف العادات والتقاليد، اختلاف المجتمع، اختلاف الثقافات. فبصراحة إنه في صعوبات. بس مطلعة على قصص لاجئين بألمانيا، بالنمسا. صار إحنا السوريين منتشرين بكل دول العالم للأسف.
بسلوفينيا انه الى حد ما دولة صغيرة ما حسيت في عنصرية، بحكي عن تجربتي الشخصية، انا ما حسيت في هالصعوبات كثير، في منظمات كثير عم تقدم مساعدات كثير هائلة وكبيرة للاجئين وعم تحاول تحتويهم، عم تحاول تقدم لهم شيء، فهذا الشيء انه ساعد. اما بالنسبة للاطفال يعني اقل مشاكلهم من مشاكل الكبار بالعمر، عم يتعلموا اللغة بسرعة، المدارس، الصحة، بالنسبة لهم كل شيء جيد. بالنسبة للجوء، كيف لجأت من سوريا لهون، أنا دايماً بشبه اللاجئ إنه مثل الشجرة بتطلع من الأرض، بتكون كل ما كبرت وطولت المدة عليها بتكون جذورها ضاربة بالأرض أكثر. فنحن الكبار بالعمر اللي اجينا اعمارنا فوق ال 30 لل 40 50 الى اخره، كان عندنا صعوبات من نوع اخر بتعلم اللغه، بايجاد عمل، كثير صعب انك تغير عملك تكون عم تمارسه ببلدك 10 15 سنه، بعدين تجي لبلد ثاني ما عندك لغه وبدك تمارسه، فبدك تغير عملك. اما بالنسبه للاطفال اسهل لهم يتعلموا اللغه بسرعه. هلا بالنسبه لاختلاف الثقافات، العادات والتقاليد، بتذكر قصه لابني الصغير لما اجى لهون، كان عنده ست سنين، فطلعنا بالباص شاف اثنين شاب وصبيه عم يقبلوا بعض بوسه، فقال لي ماما انه ليش هيك، عيب، ليش هدول هيك عم يساووا. هلا شوي بعدين انه المشهد صار اعتيادي، انه صرنا نشوفه هيك، انه تعود انعتادت عينه. بالنسبة لإلي الاختلافات موجودة بكل مكان، لازم نتقبل بعضنا لما بنكون مختلفين عن بعضنا. ما دايما المجتمعات تدعي العولمة وترفض أي اختلاف، لا، لما بنتقبل الآخر ويكون مختلف عنا فنستمر، نقدر نساعد بعضنا ونستمر. فدايما بقول إنه رأيي إنه لما بتكون موجود إنسان كامل، إنسانيتك موجودة بالإنسانية وحدها، إنه رح نقدر ورح نستطيع إنه نجتاز كل الصعوبات بالإنسانية وحدها. دايماً بقول هيك وهذا رأيي. حول مستقبل الأطفال، أنا عندي 4 أطفال، بنتين وصبيين، طبعاً أعمارهم متقاربة، الكبيرة 14 12 9 10. بلد آمن هون، تعليم جيد جداً، أعمارهم كانت صغيرة، تعلموا لغة بسرعة، وحلمي وحلم أبوهم إنه مستقبلهم يكون جيد. نحن ضحينا وغامرنا وجينا لهون منشان مستقبلهم، منشان حياتهم تكون جيدة. البيت، المنزل، البيت، أحياناً أنا من سوريا، أحياناً البيت والوطن، الوطن راح، فبقعد بدور على بيت، فهون بحس بيتي هو اللغة. أنا هيك بحس البيت هو اللغة هي التواصل، مو ضروري اللغة المحكية، مرات إنه التواصل يمكن بالعين، بالإيد، بالجسم. البيت عندي هلأ أنا هو التواصل، اللغة.